في أحد الأزقة الشعبية بحي درب السلطان بمدينة الدار البيضاء، ولد عبد الرحيم سنة 1983 وسط أسرة متواضعة جدا. كان الابن الأكبر لأسرة تتكون من 6 أفراد. الأب يعمل حمالا في سوق الجملة، والأم ربة بيت تبيع الخبز البلدي في الحي لمساعدة زوجها. طفولة الفقر والكفاح منذ صغره، كان عبد الرحيم يعيش صراعا يوميا بين الرغبة في الدراسة والواقع الصعب الذي يفرض عليه أحيانا أن يعمل ليساهم في دخل الأسرة. كان يذهب إلى المدرسة صباحا، ويقضي المساء في بيع المناديل الورقية أو المساعدة في محل للبقالة. رغم هذه الصعوبات، كان يتميز بذكاء حاد. كان يحب مادة اللغة العربية والتاريخ، ويقضي ساعات في قراءة كتب قديمة يحصل عليها من بائع الكتب المستعملة بساحة السراغنة. المرحلة الإعدادية في الإعدادية، بدأ يشعر بثقل الفقر أكثر. لم تكن لديه ملابس جيدة، وكان بعض زملائه يسخرون من مظهره، لكنه لم يستسلم. كان يعود إلى البيت ويكتب يومياته، ويفرغ كل حزنه في الأوراق. أستاذه في اللغة الفرنسية لاحظ موهبته، وبدأ يمنحه كتبا وروايات تساعده على تطوير لغته وفكره. مرت سنوات الإعدادية والثانوية بشق الأنفس. اضطر في إحدى السنوات إلى الانقطاع عن الدراسة لمدة 3 أشهر بسبب مرض والده وحاجته للعمل في السوق، لكنه عاد وأكمل الموسم بشق الأنفس. التحاقه بالجامعة واللحظة الفاصلة. حصل على شهادة البكالوريا بتفوق، والتحق بكلية الحقوق في جامعة الحسن الثان. هناك اكتشف عالما جديدا. وجد نفسه بين طلاب من خلفيات مختلفة، بعضهم من أبناء الطبقة الميسورة. شعر بالغربة في البداية، لكن شغفه بالقانون جعل الأساتذة ينتبهون إليه. كان يدرس صباحا، ويعمل مساء في مقهى شعبي كمساعد نادل. لم يكن يملك حاسوبا، فكان يكتب أبحاثه بخط اليد، ويقضي ساعات في المكتبة. كان ينام أحيانا في قاعة المطالعة ليلا، لأن المواصلات لا تصل إلى درب السلطان بعد منتصف الليل. النجاح والمفاجأة السارة. تخرج عبد الرحيم بتفوق، وقرر اجتياز مباراة المحاماة. لم يكن يملك المال الكافي لشراء الكتب التحضيرية، فكان يستعيرها من زملائه. وبعد شهور من التحضير المضني، جاء اليوم المنتظر. أعلن نجاحه في المباراة، وكان ترتيبه من بين 20 الأوائل في المغرب. عاد إلى درب السلطان يحمل الخبر السعيد، والدموع في عينيه، ووالدته تقبل رأسه وتقول: كانت دايما عارفة ولدي غادي يوصل بعيد. من الحي الشعبي إلى المحكمة. بدأ عبد الرحيم تدريب المحاماة، ثم افتتح مكتبه المتواضع في شارع المقاومة. مع الوقت، أصبح معروفا بدفاعه عن الفقراء والطبقات المهمشة، وغالبا ما يتطوع للدفاع عن قضايا النساء المعنفات والأطفال المتروكين. اليوم، يعد عبد الرحيم من الوجوه النشيطة في المجتمع المدني، ويحاضر في الجامعات حول العدالة الاجتماعية وحق المهمش في الحلم. الرسالة من القصة: الظروف الصعبة ليست نهاية الطريق، بل قد تكون بداية لقصة عظيمة. عبد الرحيم لم يكن مميزا فقط بذكائه، بل بإصراره على التغيير رغم كل العقبات.